السيسي يجبر أثيوبيا على هدم سد النهضة وزيادة حصة مصر من المياه. التاريخ الأحد 25 أغسطس 2023 الساعة 8:02 مساء. أنا يعجبني قوي الدقة، يعني أنا أهم حاجة بالنسبة لي الدقة حقيقة. دي طبعا جريدة فيتو الصفراء، وده طبعا اللي انا مخبياه بسحنتي هو عبد الفتاح السيسي ابن الست ملكة تحتاني بائعة الهوى. نرجع لموضوعنا المهم. هل في حد فيكم لما حصلت كارثة سد النهضة والناس كلها دلوقتي عمالة تعاني منها، حد فيكم راح حاسب الأستاذ أحمر جاموسة؟ حد فيكم راح حاسب الأستاذ عصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو الصفراء؟ حد فيكم راح حاسب الأستاذ محمد بزو رئيس تحرير جريدة اليوم اسمها ايه، الدستور الصفراء؟ ما حدش طبعا. ده دلوقتي هم عملوا قانون اي حد هيتكلم على مشكلة المياه نهر النيل هياخد من 5 سنين لمؤبد. من 5 سنين لمؤبد. طب اللي ضيع النيل يا جماعة ياخد كام؟ يعني لما احنا اللي يتكلم فينا على النيل ياخد من 5 سنين لتأبيده، اللي ضيع اللي مضى اللي وقع وسلم النيل ده المفروض ياخد كام؟ طب اللي سلم الجزر ياخد كام؟ وحجة الملكية، سند الملكية، العقد الأزرق اللي باع بيه الجزر للسعودية، أمه قالت له ما تاخدش اللي مش بتاعك حتى لو كان أبوك. وأنا الحقيقة حتى لغاية دلوقتي احتارت معاجم اللغة العربية إن هي تفسر الجملة دي صح وإيه صح، يعني إيه صحتها وإيه معناها. أساسا محدش عارف. ياخد كام اللي هرب الآثار دي؟ الآثار يا جماعة دلوقتي بتسترق عيني عينك عيني عينك، من أول ما بقى الأمين على خزائنها وبقى هو الأمين أو رئيس مجلس أمناء المتحف المصري وشال الكاميرات كلها من المخازن. الآثار بتتسرق ليل نهار ليل نهار ليل نهار ليل نهار، لدرجة إن هم جابوا منشار وشالوا لوحة كاملة ومحدش اكتشف غير لجنة بريطانية او لجنة انجليزية هي اللي اكتشفت ان لوحة مسروقة ومش موجودة. زي الاسورة اللي جابوا لها برضو 2 كواحيل كده و3 كواحيل، قالك يا عيني دخلوا سرقوها وسيحوها عند السايغ. جابوها منين؟ تحصلوا عليها منين؟ نتيجة التحقيقات، تفريغ الكاميرات، الحاجات دي طبعا مش موجودة. انتوا عارفين انا بكلمكم في الموضوع ده ليه؟ عشان بس افهمكم ان هو بيستحمركوا قد ايه وبيستحقركوا قد ايه، وحتى مش جايب ناس محترفين يعني يفندوا لكم الكذب. ده هو جايب ناس هواه في الكذب متخلفين، لانه عارف ان انتوا شعب زرطة بيتعامل معاكم بمبدأ الزرطة.